إذا مستمعينا، ينضم إلينا من ليبيا رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأستاذ مفتاح كويدير. مرحبا بكم سيدي على أمواج إذاعة الجزائر الدولية. مرحبا بك أستاذ ومرحبا بالأخوة المستمعين. سيدي، بداية نشكركم على تلبيتكم دعوة برنامج جمعة. السيد مفتاح كويدير كرئيس اتحاد الكرة في ليبيا، كيف تنظرون إلى هذا اللقاء الحاسم قبل 24 ساعة من ضربة انطلاقته؟ أنا بقول بأن المباراة هي مباراة كرة القدم تجرى بين أشقاء في تصفيات أفريقيا. نتمنى أن تظهر بمظهر اللائق الفني وتظهر بمستوى لائق، وأن هي ما تخرجش عن إطارها الرياضي يعني، وهذا مبتغانا احنا، وهذا اللي وصينا به وتكلمنا عليه، أن راهي الرياضة تنافس رياضي شريف، واللقاءات بين الأشقاء يجب أن تدخل في إطار المحبة والمودة، ونلعب كورة نحب نفوز، لكن ما تنتهيش الدنيا يعني لو خسرت أو غيرها نقول الفائز ألف مبروك، ونقول اللي خاسر نقول له هلك وخلاص. الأستاذ مفتاح كويدير كرئيس اتحاد مشرف على هذه الهيئة الكروية، ربما أهم الأشياء التي أعطيتموها كنصائح للطاقم الفني واللاعبين قبل هذا اللقاء؟ أهم شيء أنهم يلعبوا كرة في إطار التنافس الرياضي الشريف وقواعد الرياضة والأخلاق، وأن ما نخرجش عن مفاهيم الرياضة، ونحن أشقاء الفوز أو الخسارة هذين عناوين المنافسة الرياضية في كل لعبة، وبالتالي يجب أن تكون المباراة في إطارها الفني إن شاء الله. إن شاء الله. السيد مفتاح، يعني على صعيد المنتخب، مدى تأثير غياب امتناع الثنائي العليوي والشيباني معسكر المنتخب والتنقل معه إلى الجزائر؟ لا ما فيش تأثير. المدرب عوضهم وبلاعبين آخرين، وإن شاء الله الأمور تمشي كويس. السيد مفتاح كويدير، يعني طموحات المنتخب الليبي خلال هذه المباراة؟ والله طبعا كل فريق عنده طموح مشروع وحق مشروع في أنه هو يلعب وينتصر، وهذه هي كرة القدم والرياضة عموما، أن كل رياضي حقه في المنافسة وحقه في الفوز وفي الترشح، فبالتالي ليبيا فريق الليبي حاضر إلى الجزائر وهو عنده طموح أنه يفوز ويترشح. السيد مفتاح كويدير، هل بإمكان الجمهور الرياضي الجزائري أن يعرف الجانب المالي أو المنح التي خصصها اتحاد الكرة للمنتخب من أجل تسجيل نتيجة إيجابية؟ لا لم نخصص أي منح مالية ولم نقرر أي مكافآت. عندنا لائحة ماشيين بها نحن غيرها لها وضعها ومتفقين عليها، لكن هذه المباراة لم نضع لها أي منح. السيد مفتاح كويدير، مثل ما تعلم هنا في الجزائر كل الإجراءات سواء التنظيمية أو اللوجستيكية اتخذت لإقامة المنتخب الليبي في أحسن الظروف، سواء من حيث الإقامة من حيث التدريب، ظروف تريح كثيرا المنتخب الليبي حسب الانطباعات التي وصلتكم. والله نتمنى، نحن جينا ببلادنا الجزائر وبلد شقيق، وعلاقات تربط ليبيا والجزائر علاقات وطيدة من أكثر من 6 أو 7 قرون، ويعني علاقات ممتازة ومتميزة، ولا تتأثر بمباريات كرة القدم أو التنافس الرياضي. بالعكس، التنافس الرياضي يجب أن يكون هو عنوان للمحبة والمودة بين الأشقاء، سواء انتصرت الجزائر ونقول لها مبروك وألف مبروك، وانتصرت ليبيا نقول لها ألف مبروك، والخاسر نقول لها هارد لك. وهذه الرياضة يجب الرياضة نضعوها في قالبها الحقيقي الرياضي، ما نخرجهاش إلى منافسة أخرى وإلى أجواء أخرى ما أطلقش بها. نعم. السيد مفتاح كويدير رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، حسب المعلومات الموجودة بحوزتي أنك ستغيب عن هذه المباراة، ربما نعرف دواعي هذا الغياب وعدم التنقل مع المنتخب؟ غياب أنا إن شاء الله ماشي الحج، أنا جواز سفري قاعد في السفارة السعودية، ما قدرتش نستلمه من وزارة الأوقاف الليبية لعند أمس، كنت نحاول ما قدرتش ناخذ جواز السفر بتاعي. نعم، نتمنى لك حجا مبرورا وسعيا مشكورا. السيد مفتاح كويدير رئيس اتحاد كرة القدم بليبيا، نشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار الحصري لإذاعة الجزائر الدولية. شكرا جزيلا. شكرا وإلى اللقاء.